عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل لكم هنعمل فطار. صباح الخير الأول يا حلوة وهي صباح الهنا عليكم. بصي بقى أنا هعمل فطار إيه بقى؟ ده بيض، بس أنا بعمل البيض بطريقة شوية عجة غريبة شوية، جربيها يمكن تعجبك وتعتمدي الفكرة. اللي هو إيه؟ بيض بكسره عادي وبس ببشر فيه بالمبشرة بصلاية عليه كده، بصلة نية مش بحمرها وي. وهنا السمنة بتاعتي بخليها تقدح كويس خالص. وبعمل بقى اللي هي عجة اسمها العجة المستعجلة. احنا عندنا هنا في الخارجة بنعملها بيبقى طعمها جميل، ويا سلام لو عيش شمسي، ويا سلام لو عيش شمسي معاها وفلفل مخلل بقى. وتعالوا ما اوريكم بقى الفلفل المخلل، مخلله انا فلفل جميل جميل جميل. الحرب النفسيه اللي كان العدو بيمارسها علينا واللي كان بتمارس علينا من وسائل الاعلام العالميه. نرجع تاني بقى للايه؟ للفيديو بتاعنا. هاني بيصبح عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ كويسين. قول لهم صباح الخير. صباح الخير. صباح الفل. حاضر فطار يا ماما. ماشي حبيبي حاضر. اجمل عيل في الدنيا والله. يلا يا جماعه ايه اشتراك ودعم يعني لحد دلوقتي. حتى ده انا يا رب حتى ما كملت ال100. يا في ايه يا ناس؟ هو انتوا لازم تعتمدوا القنوات الكبيره؟ والقنوات الكبيره دي في يوم من الايام كانت برضو صغننه كده وانتوا اللي كبرتوها. يا عم الله يكرمكم، دعم واشتراك يا حلوه يا صفرة انت وهي. شفتوا بقى الجمال؟ والله بتبقى جميلة جميلة جميلة، جربيها وشوفي. حاضر يقول لكم كملوا الفيديو لآخر انتوا وهي. ماشي. ومع ذلك قدر في خلال فترة قليلة ان هو يقلب الموازين تماما على المستوى العسكري والاقتصادي. 100 الاشخاص من القاهرة قدمنا لكم أيها السادة موجزا لأهم وآخر الأنباء. لقاؤنا مع دقات واحدة هنا القاهرة. أكتوبر 73 50 عاما إلى العزة. اللواء أركان حرب الجيش، رئيس فرع المركبات بالجيش الثالث أثناء حرب أكتوبر 73، وصاحب فكرة استخدام ضغط المياه لإحداث الثغرات في خط بردين. قالوا انتوا محتاجين تكون ربنا ذلنا عشان تعبروا القناة وتدمروا خط بردين. احنا دخلنا الحرب الساعة 2، على الساعة 6 كانت مفتوحة، على الساعة 10 بالليل كان مفتوح 60 ضغط من بورسعيد للسويس. والله الطرمبة مصر كانت فقط عشان تحريك الرملة وتنزل ورنها. خلاص قوة اندفاع المية عشان حرك الرمل. هذا هي ما فيش نتيجة. هي ما فيش نتيجة. المساريح العسكرية سوف يتوقف طويلا بالفحص والدرس أمام عملية يوم 3 أكتوبر سنة 73. ليتمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع وإقامة وقوف جسور لها على الضفة الشرقية من القناة بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 تحت. أكتوبر 73 50 عاما إلى العزة.
رمز لعلاقتنا